هذا المشهد الذي أمامك يوثق اللحظات الأخيرة في حياة الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف الذي تم اغتياله في 29 يونيو من عام 1992. فأثناء ما كان يلقي خطاب يتحدث عن دور العلم في تقدم الأمم، فجأة وقع انفجار تمويهي خلف الستار، ليقوم بعدها ملازم في القوات الخاصة بإطلاق النار مباشرة على الرئيس من مسافة قريبة، مما أدى إلى وفاته فورا. فهذه الحادثة نقلت على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الرسمي، مما جعلت الشارع الجزائري والعالم يعيشون في صدمة، لأن الجزائريون كانوا فرحين بعودة هذا الرئيس نظرا إلى سمعته النظيفة، لأن الرئيس محمد بوضياف قام برفع شعارات محاربة الفساد وتهديد الشبكات القوية، مما جعل الشعب الجزائري يستبشرون به خيرا. لكن المحزن أنه تم اغتياله بعد 6 أشهر فقط من توليه السلطة، مما جعل مشروع التغيير يتوقف. ليظل هذا المقطع واحد من أكثر اللحظات مأساوية في التاريخ السياسي للجزائر. وما تنسى تتابعني عشان أوريك أشياء ما كنت تعرفها من قبل.